السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليك ما تقدمش أختك وبنتك ومراتك لحم رخيص للناس في العيد. أيوة زي ما سمعت كده، كتير مننا بيعمل العمل ده، كتير مننا بيعمل الشيء ده. لو واحد فينا وهو مروح لبيته شاف إن حد بيبص على أهل بيته من ورا شباك، هيمسكه يموته، يا إما يخليه عبرة لكل الناس. العجيب إنك تشوف الراجل ده هو نفس الراجل اللي عنده الحمية ديت ياخد مراته وبنته أو أخته ويقدمهم للناس لحم رخيص في العيد وفي غير العيد. إزاي؟ إنه طاع ربنا سبحانه وتعالى طول شهر رمضان، وكان بياخد زوجته وبنته وأخته ويروح المسجد ويصلي التراويح في الإسدال وفي كامل الحجاب، ويدعو الله تبارك وتعالى بالعتق من النار. وبعد ما يخرج شهر رمضان بتجد ان كتير مننا بياخد برضه مراته وبنته واخته ويقدمهم للناس في كامل الزينة، ملابس لا ترضي الله عز وجل، ملابس فتنة للناس، وتبدأ مظاهر العصيان لله عز وجل من أول ساعة في صلاة العيد. ياخد زوجته أو بنته أو أخته ويقدمهم للناس كلحم رخيص، الناس كلها تشوف مفاتن زوجته وأخته ومراته. فأحد أسيادنا العلماء قال: من السهل عليك أنك تجادل ملحد فتغلبه، تجادل كافر فتهزمه، لكن من الصعب عليك أو من الصعب على الداعي إلى الله أن يجادل مسلم فيقنعه أنه مسلم. يعني إيه؟ يعني مقيد بضوابط ونواهي، مقيد بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضيل بن عياض قال: إذا سألك أحد هل تخاف من الله فاسكت ولا تجبه. ليه يا إمام؟ قال: إن قلت لا كفرت، لو قلت إن أنا بخافش من ربنا كفرت، وإن قلت نعم كذبت. ومن نعمل إيه؟ وأشار أن الخوف من الله هو كف الجوارح عن المعاصي وتقييدها بالطاعات. كف الجوارح عن المعاصي وتقييدها بالطاعات. أنت مسلم مقيد بقال الله وقال رسول الله. طب ربنا قال ايه في موضوع النساء والبنت واختي ومراتي؟ ربنا قال ايه؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا جميعا، قال: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني مراتك ومراتي، بنتي وبنتك، اختي واختك، ونساء المؤمنين يعملوا ايه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي آية تانية في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ده الجيب. وليضربن فتحة الصدر دي، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كناية عن الستر والعفة. دي شيء غالي عند الله سبحانه وتعالى. نساء شيء غالي. جاء الإسلام وكرم المرأة، جاء الإسلام وكرم المرأة وجعلها غالية، لا ينبغي أن يطلع عليها كل أحد، كل الناس، لا ينبغي أن يطلع عليها كل الناس، فجعلها غالية كأم. قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك. غالية وهي أم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جعلها غالية وهي بنت، جعلها غالية وهي بنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. قال: وواحدة يا رسول الله؟ قال: واحدة. فجعل إن هي سبب لدخولك الجنة. فالإسلام جاء وكرم المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والمفترض أنه بيأمر الناس والمسلمين بأهم الأشياء الأساسية في إقامة الدين، فإذا به يقول: استوصوا بالنساء خيرا. آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأنت ما تضحيش بكل الشأن العظيم اللي ربنا جعله المرأة، وإن ترخصها ونخرجها بالشكل ده، ملابس فاضحة، ملابس يعني فتنة للناس. فده شيء أنت كده بتخالف وبتهد اللي بنيته طول شهر رمضان، وبتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبتخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وبتخالف وبتكون زي ربنا ما قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. طول شهر رمضان زوجتك صايمة وفي حجابها، وبنتك صايمة وفي حجابها، وأختك صايمة وفي حجابها، ومع ذلك بعد العيد
بتقدمه للناس لحم رخيص، الناس كلها تتفرج على تفاصيل هذا يعني الجسم، فأنت بتعاقب على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خليش هي تمشي كلام عليك، أنت تمشي كلامك عليها، أختك أو زوجتك أو بنتك، لأن مش هم اللي هيسألوا، هم هيسألوا بس مسؤوليتك أنت أكبر. هم هيسألوا وأنت هتسأل، بس سؤالك أنت أعظم، لأن أنت القيم على ذلك. الرجال قوامون على النساء، فأنت المسؤول عن خروج النساء بهذا الشكل. صعد أحد الأئمة أو الدعاء إلى المنبر وقال نساء من التي في الطرقات، فلم يجيب المصلين، محدش جاوب. نساء من التي في الطرقات، فلم يجيب. نساء من التي في الطرقات، فلم يجيبه أحد. قال لا خير في صلاتكم ما دامت نساؤكم على هذا الحال. ما فيش فايدة، هو بيصلي ومية مية وتمام وبيحضر، ما بيسيبش صلاة وصلاة جماعة، حضور صلاة جماعة وحريص على الخير، ولكن أهل بيته خارجين إزاي؟ بنتك خارجة إزاي؟ أختك خارجة إزاي؟ مراتك خارجة إزاي؟ فده الشيء اللي حبيت أذكر نفسي وإياكم به في هذا اليوم الطيب المبارك. كل سنة وانتم طيبين، وأعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.